بكلمكم عن مرض اليد، الفم، القدم. شنو هو؟ ناس وايد تخربط بين هذا المرض وبين مرض اللي نقول بالكويتي بوشنيتر اللي هو التشيكن بوكس. طبعا مرض اليد والفم والقدم شائع في مرحلة الطفولة. من أعراضه تكون الحرارة، وجود بثور وتقرحات بالفم، وجود طفح جلدي باليد وفي القدم. الطفل يبدأ يكون يرفض الأكل، يرفض شرب السوائل. احنا عادة في هذا المرض نخاف من وجود الجفاف. طبعا لتفادي الجفاف دائما ننصح بشرب كميات بسيطة من السوائل، وبعدها نزيد عدد الكميات. إذا رفض الطفل الأكل والشرب يجب مراجعة الطبيب لتفادي مضاعفات الجفاف. شلون ينتقل عن طريق التلامس المباشر، عن طريق الكحة، عن طريق العطس وتطاير الرذاذ في الجو. أقدر أساعد طفلي بإعطائه خافضات الحرارة مثل الباراسيتامول أو الآيبوبروفين لتقليل الحرارة ولتقليل اللي هو الاحتقان الناتج من هذا المرض. أسبابه طبعا السبب الشائع الفيروس، وهو يطلق عليه الكوكساكي فيروس. الأعراض طبيب الأطفال يقدر يفرق بينها وبين أي مرض آخر، ولا يحتاج لأخذ مضادات حيوية.